عمركم فكرتوا البلاستيك اللي احنا بنستخدمه كل يوم بيروح فين بعد ما نرميه؟ ممكن تعيش حياتك كلها وتمشي، هو لسه بيلوث الارض والبحر وحتى الهواء اللي احنا بنتنفسه. في احصائيات حقيقي مرعبه، وهي ان 400 مليون طن بلاستيك بينتج كل سنه، و91% منه مش بيتم تدويره. يعني كل كيس بلاستيك وكل مادة غير مستدامه بنستخدمه النهارده بيقربنا اكتر من كارثه بيئيه نهدد مستقبلنا ومستقبل الاجيال الجايه. احنا ايكو شوب من اكاديميه تيكاتات. وانا كريم السنة. وانا تانية دكتور. احنا قررنا نكون جزء من الحل مش المشكله، علشان كده صنعنا فكره تطبيق ايكو شوب اللي هدفه تشجيع الناس على استخدام منتجات مستدامه وصديقه للبيئه بدل البلاستيك. التطبيق بيتيح للمستخدمين شراء، بيع او حتى تبادل منتجات طبيعيه زي الفخار والزجاج والخشب. رؤيتنا هي تقليل التلوث البلاستيكي وتشجيع استخدامه بطريقه بسيطه وفعاله. انا تالية من تيم ايكو شوب. انا دلوقتي هشرح لكم البرنامج بتاعنا. او احنا عندنا 3 ايكونز. اول حاجه الانفو، دي بتلخص لنا فيها الحاجات بتاعتنا، وبنضغط هنا لو احنا عايزين نرجع تاني. وعندنا الستوري، دي البروجكت بتاعنا بيتكلم عن ايه. بعد البروجكت بتاعنا بيتكلم ان احنا مثلا ما نعملش ان احنا مش بنبيع حاجه مضره للبيئه. مثلا بنبيع البلاستيك والفخار والخشب. واحنا عندنا كمان ان لو في حاجه عندك غلط احنا او باظت او كده انت ممكن تجيبها لنا واحنا نعملها اعاده تدوير. انا تالا ودلوقتي هشرح لكم باقي الابلكيشن. هنخش على ايكون اب، واحنا عندنا حاجتين، لوجن وساين اب. ساين اب احنا هنخش عليها الاول علشان احنا لسه هنعمل الايميل. احنا بقى هبدا اشرح البرمجه. احنا اول ما ندوس على ساين اب هيبدا يسالني على اسمي، وهيخزنه في فاريبل بعد كده الليست، وهو هيسالني عن الايميل، وضروري يكون في الايميل @او .com. ولو ما دخلناهوش صح هيفضل يسالني عليه كذا مره، وبعد كده هيخزنه في فاريبل والليست. بعد كده هيسألني عن الباسورد. الباسورد لازم يكون فوق الأربعة، ولازم يكون فيه شباك أو أند. ولو عندي مشكلة في الباسورد بيفضل يعيد لحد ما أدخله صح، وبعد كده بيخزنه في variable والليست. بعد كده هندخل النيم بتاعي، بعد كده الإيميل، وزي ما قلنا لازم يكون فيه أو .com هندخلهم. وبعد كده هندخل الباسورد لازم يكون فوق وفي شباك او اند. بعد كده هندوس على دون وهنطلع. واحنا كده عملنا الايميل، فعادي هنخش على لوجن. ودلوقتي هدخل الايميل والباسورد، ولما ادوس على دون هيدخلني على الكاتيجوري. انا كريم، ودلوقتي عندنا 4 كاتيجوريز. اول واحده هي البرودكتس، تاني واحده البوينتس، تالت واحده الكورت، رابع واحده الاوبشنز. دلوقتي هنبدا بالبرودكتس. عندنا بوتري برودكت وجلاس برودكت وودن برودكتس، كل واحده منهم عندها 2 ايتمز. هنا مثلا عندنا 2 ايتمز دول معمولين بوتري. اول ما نتك على واحده هيقول لنا، هيروح على الكارت وهيقول لنا سعر واسمه. وبرضو اول ما نتك على السبرايت هنخزن الاسم في variable، بعدها هنخزنه جوه ليست. وهيقول لي وهنخزن برضو البرايس في variable، بعدها هنخزنه جوه ليست. احنا اول ما دخلنا واتكينا على السبرايت ده حطينا في البرودكت نيم في فاريبل وخزناها في ليست، وحطينا البرايس بتاعها برضو البرودكت دي وخزناها في ليست. بعدها وقلنا له لو مثلا اشترينا حاجتين يغير البرايس بتاعهم. وهنا هيقول لي سعر واسم الحاجه، وهنا هيعمل اد بقى للبرودكت نيم والبرايس بتاعهم للكارت بتاعتنا اللي احنا عاملينها هنا. واول ما نتك هنا هينقلنا بواحده لورا. اول ما نتك على علامه السيرش هيجيلنا مثلا هنجيب كوبايه بوتري هنا، وهيقول لي دي مثلا بوتري كام في المية. اهو قايل لي هنا 99، يبقى دي بوتري.
وبعدها هينقلني الصفحة بتاعت البوتري عشان اوريته البوتري اللي انا عايزه. ومثلا حتى لو وريته جلاس هيوديني على صفحة الجلاس. دلوقتي هنشرح البوينتس، ودي معلومات عن البوينتس والديسكاونتس بتاعنا بناء على الاكشنز. وهنرجع بقى الخطوة لورا تاني. دلوقتي هنروح عند الاوبشنز. عندنا مثلا اللي هو يقدر يشتري برودكت ويبدل البرودكت بحاجة تانية، واللي هو يمسح البرودكت خالص. واستخدمنا تاتشبل ماشين عشان نعلم الآلة صور البوتري والجلاس. اول ما ضغطنا على علامة السيرش هيفتح لي الكاميرا، وبعدها هيعمل ايدنتيفاي. لو مثلا ده ايكوال كلاس، الايدنتيفاي كلاس بتاعه ايكوال كلاس، يبقى كده هيستنى 3 ثواني، بعدها هيقفل الكاميرا. بعدها هيعمل باك دروب، سويتش باك دروب تو جلاس اللي فيها الايتمز بتاعت الجلاس كلها. هنا بقى لو الايدنتيفاي كلاس ايكوال بوتري، فهو هيستنى برضو 3 ثواني زي الكلاس، وهيقفل الكاميرا وهيوديني الباك دروب بتاعت البوتري اللي فيها ايتمز البوتري. وفي الاخر الكورت دي لازمتها اللي احنا هندخل في هنشوف فيها البرايس والحاجات اللي احنا اشتريناها وبس. وممكن برضو نشيل الايتمز اللي احنا اشتريناها او نعمل لها اتاج وبعدها نرجع. خلاص كده احنا خلصنا، وشكرا لكم. في وقت في ملايين الناس بتعاني من آثار التغير المناخي والتلوث. كل خطوة صغيرة بنعملها ممكن تكون بداية تغيير كبير. تطبيق إيكوشوب لمنتج صديق للبيئة بنشتريه هو خطوة نحو إنقاذ كوكبنا من خطر البلاستيك اللي بيحدده. التطبيق ده مش مجرد مسيرة تصور، لكنه دعوة لتغيير نمط حياتنا للأفضل. فكروا في المستقبل وفكروا في أولادكم اللي هيعيشوا في الكوكب ده بعدنا. خلونا نحافظ عليه ليكم. مع إيكوشوب نقدر نبني عالم أنظف وأخضر وأكثر استدامة. ابدأوا رحلتكم مع إيكوشوب، لأن كل خطوة بتفرق، ومستقبل كوكبنا يستاهل إننا نبدأ النهارده. شكرا لكم.